حبيبي جاب لي الفيلا دي علشان نتجوز فيها، وهيجيب لي واحده تانيه في الساحل الشمالي عشان ابقى اروح فيها في الصيف. يا عيني يا عيني، ده انت وقعتي وقفه يا بنتي. وقعت ده ايه؟ ده هو اللي وقع على جوزه في حبي. قولي لي يا رشا، هو خطيبك ده ملوش اخوات؟ ليه؟ بس ريحي نفسك، كلهم متجوزين. يا خساره. هلو يا رشا، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ نانسي هانم صاحبتي وحبيبتي، شيرين سهى. هلو يا بنات. هلو استاذ محمد، ادي الفستان اللي وعدتك بيه. بجد؟ لسه واصل امبارح من باريس. الله، يجنن. طبعا، وده معقول هختار لك حاجه اي كلام؟ ده انا طالبهولك من احسن بيت ازياء من فرنسا. فرنسا؟ طبعا، دي اقل حاجه تليق بروش حبيبتي. انت اللي حبيبتي وروحي وقلبي، انت دلوقتي بقيتي اعز صاحبه عندي. بس انا مش عارفه، يعني حاسه كده ان هو يعني ديله مقزعر شويه من ورا. هو شويه مقزعر، وكمان عايز يتضايق شويه من الجناب. هو قصته كده، دي موضه السنه دي. موضه السنه دي؟ ايوه طبعا موضه السنه دي. انتوا ما بتشوفوش فاشن تي في ولا ايه؟ لا طبعا بنشوف. وكمان متابعينها اول باول. بس الحقيقه يعني عمرنا ما شفنا القصه دي قبل كده. اكيد بتشوفوا فاشون اريبيا المفتوح. هو في غيرها؟ ايوه طبعا، في فاشون اوروبا المتشفره اللي اكيد ما بتشوفوهاش عشان متشفره. يلا يا روشي يا حبيبتي، تعالي نقيس الفستان وتقيسي الجزمه اللي جبتها لك من ايطاليا مخصوص. اكيد ذوق هيجنن، ما انت ذوقك زي ذوقي بالظبط. عن اذنكم. الله يرحم وكالة البلح ولبس الكانتو الواطي واطي، ولو لبسوه بلاطي. ربنا يتمم بخير ان شاء الله. الله يكرمك يا عم الشيخ. هتكتبوا مهر ومؤخر كام ان شاء الله؟ اكتب يا سيدنا الشيخ، مهر 1,000,000 جنيه ومؤخر 1,000,000 جنيه. ايه يا عم شهيد، انت شارب حاجه على المسا ولا ايه؟ مش كتير عليك يا سعد يا ابني، انت مقامك كبير، ثم ده حق بنتي ودي غاليه عليا قوي. ايوه بس ده كتير قوي يا عم شهيد. هو ايه ده اللي كتير؟ امال عايز تدفع كام ان شاء الله؟ عايز ادفع المعقول يا رشا، زي ما اي واحده في عيلتكم دفع لها. كل برغوت وعلى قد دمه. الله، ده انت دراكولا بقى وجاي تمصمص في دمنا، مش عايز تجوز بنتك. اهدى يا مختار اهدى، مش كده الناس هتاخد بالها. ده يا سعد، ده راجل بجح. انا ما اسمحلكش يا مختار تكلم دادي بالشكل ده. داديك ازاي يعني؟ بس يا رشا يا رشا، الناس هتاخد بالها مش كده. انا كنت فاكراك انك مقيمني اكتر من كده، انما الظاهر طلعت رخيصه في نظرك قوي. يا حبيبتي انت تحفه لا تقدر بثمن، عشان كده انا مش هاين عليا ادفع فيكي مبلغ زي ده. خلاص تمن انت وقول كلمتك. اتمن ايه يا عم شاهين؟ هي بيعه وشروه، دي جوازه ولا ايه يا عم الشيخ؟ والله دي حاجه عائليه انا ما اقدرش اتكلم فيها. طبعا، ما انت كل ما زاد المبلغ زادت نسبتك. بقول لك يا شاهين، الجوازه كده هتبوظ. ده رأي يا سي مختار، ده تهديد يا حبيبي ولا ايه؟ اعتبريه زي ما تعتبريه، احنا ما بتلويش دراعنا. خلاص يا حبيبي بلاها، دي جوازه ولا انت فاكر انكم هتذلونا؟ رشا رشا اقعدي، ما يصحش كده. خلاص يا جماعه انا موافق. موافق ده ايه؟ يا سعد، انا لو منك هفضها سيره وارمي له البيت. الله يسامحك، الله يسامحك يا مختار. مختار بيه، انت نسيت نفسك يا شاهين ولا ايه؟ يا اخوانا مش كده، اقعدوا اقعدوا، ربنا يهديكم، انتوا هتبقوا اهل ان شاء الله. لا اله الا الله. مش باين يا عم الشيخ. خلاص يا جماعه خلاص يا جماعه انا موافق. اكتب يا عم الشيخ. موافق ده ايه؟ ايه اللي بتحببه ده يا سعد؟ سيبني بقى مختار الم الليله بدل ما الجوازه تبوظ ونتفضح قدام الناس. تلم الليله؟ انت الخسران، هي فلوسي ولا فلوسك؟ يا جماعه اطمنوا، الخير كتير والحمد لله، ربنا يعوض في اللي راح بقى. اكتب يا عم الشيخ اكتب. توكلنا على الله. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما يصحش كده. هو ايه ده اللي ما يصحش؟ انت ايه ما عندكش احساس؟ يا رشا عيب كده يا رشا، مش قدام الناس. خليهم يا حبيبي يشوفوك على حقيقتك، عامل لي عريس وبتتجوز وعازم لي حبيبتك. قلت لك اسكتي. مش هسكت يا سعد. يا رشا ما يصحش. انزل لمستواكي وارد عليكي، انا جيت عشان اعمل الواجب وبس. مبروك مرة تانية يا سعد، وربنا يعينك. صفية صفية، عاجبك كده؟ ده انت ليلتك سودا معايا الليله دي. اهو ده اللي انا كنت خايفه منه. دي رشا واهلها دول طماعين قوي يا ماما، ولسه ال2 مليون جنيه دول البدايه، واللي جاي اكتر. دول زي ما يكونوا بيبيعوا بنتهم للي يدفع اكتر. والعبيط ابني
اشترى بضاعة خسرانة ومش هتربح معاه. سعد معذور برضه يا ماما، اصل طلبهم جه مفاجأة وهو اتحرك قدام الناس. ده عيبه طول عمره، بيجي على نفسه عشان يرضي الناس. سعد طيب قوي. سعد ابني ضحية. لما اتولد في بيت مقسوم نصين، أنا وأشرف مقفلين ومحبكينها، وأبوه مختار مفرفشين ومقضيينها. لما تقربي مننا تلاقينا عيلة واحدة، ولما تعشينا أكتر تحس إن إحنا عيلة مقسومة نصين. سعد لما اتولد الكل حب، كان دلوعتنا كلنا، شوية معانا وشوية معاهم، عمره ما رسي على بر. وأنا خايفة بقى نكون أذيناه بالحكاية دي. أذيتوه ده إيه؟ ده انتوا ربيتوه أحسن تربية. أيوة، ما إحنا ما اديناهوش فرصة الاختيار، كنا بنعتبر إن هو دايما عيل صغير ولازم يسمع الكلام. يا حاجة الكلام ده كان زمان، النهارده سعد عريس، فرحه النهارده وهو اللي مختار عروسته بنفسه، محدش فرضها عليه. ما تعودش يختار، وعشان كده لما جه اختار غلط، زي العيل الصغير اللي ما بيعرفش يسوق وفجأة خد عربية أبوه. تفتكري بقى يسوقها صح ولا يعمل حادثة؟ كده بعد الشر عليه، يعني ممكن يعمل حادثة. أنا بقى خايفة من الحادثة دي، وبعد الأيام ربنا يسترها معاه لما تيجي. فلله ولا فالك يا ماما، ربنا يسترها معاه إن شاء الله ويطرح له الخير. والخير هيجي منين وهي مسقية شر؟ والفين مختار وصلني وقال عنده مشوار. أنا خايفة من حادثته هو كمان. هو أنت لسه خايفة مني؟ بالعكس يا حبيبتي، ده انت العلامة الحلوة اللي حسستني ان لسه ربنا بيحب مختار ورزقه بيكي. ياه، كلامك حلو قوي يا ماما. الكلام الحلو مش كفاية، لازم بقى تتجدعاني شوية، لازم تشغلي جوزك بيكي، ولا عاجبك بقى طفشانه طول النهار؟ يعني اعمل ايه؟ يعني جدعاني بقى شوية واتيلك حتة عيل يملى علينا البيت. عيل؟ ايه؟ الموضوع مش على بالك ولا ايه؟ بالعكس، بس لما ربنا يريد. ما هو ربنا سبحانه وتعالى هيريد لما انتوا كمان تريدوا، مش كده ولا ايه؟ انت برضو اللي زعلانه، انا اللي من حق ازعل. تزعل ليه يا بيه؟ لانك طردتي صفيه قدام عينيا واحرجتيني قدامها. انت اللي احرجت نفسك يوم عزمتها ليله فرحي. انا مش فاهم بس انت في ايه بينك وبين صفيه؟ دي مجرد زميله عاديه. ليه ان شاء الله؟ ما بتحبكش؟ مش حاطه عينها عليك وعايزه تتجوزك؟ يا حبيبتي المهم انا حاطط عيني على مين وعايز اتجوز مين. انت شكلك كده من الرجاله اللي بيحبوا يلعبوا على كل الحبال، وانا بقى شكلي اتخدعت فيك. حول الله يا رب. بتعيطي ليه بس دلوقتي؟ اطلع بره. ايه ده؟ انت بتطرديني من اوضتي ليله دخلتي؟ لو ما طلعتش انا اللي هطلع واسيب لك الفيلا كلها. لا اله الا الله، ما يصحش، دي ليله دخلتي يا حبيبتي. ادخلها لوحدك. ادخلها لوحدي ازاي يعني؟ هو انا ساحر؟ ما يصحش كده يا حبيبتي. ما تقوليش يا حبيبتي، واعتبر بقى دخلتك اتلغت. اتلغت؟ اتلغت ازاي؟ ده انا مستنيها من زمان بفارغ الصبر. لا يا حبيبي، روح بقى استناها في حته تانيه. لا بلاش هزار يا رشا، مش معقوله اجيبكم معامله عروسه انا العريس. ما بهزرش، اشوف لك حته تنام فيها. انام فين يعني انا؟ ماليش دعوه، ان شاء الله حتى تنام واقف. انام واقف ازاي يعني؟ هو انا حصان؟ افتحي يا رشا يا رشا، البدله خانقاني ونفسي اقلعها والبس البيجامه. بيجامه؟ حاضر. البيجامه الحمراء دي تلبسها لوحدك. يا دي النيله على البيجامه الحمراء، قلت لك البيجامه الحمراء دي فال وحش، ما صدقتنيش. يا ريتني كنت جبت الزرقاء، كانت كسرت العين اللي صابتنا. يا رشا، طب عبيلي طيب طبق من الاكل الكتير قوي اللي عندك جوه ده، لحسن قلبت الدنيا في التلاجة تحت مش لاقي حاجه. انت كمان ليك نفسي تاكل؟ هعمل ايه يعني؟ ما انا واقف على رجلي طول النهار، والبوفيه ما شفتهوش الا وانا بتصور جنبه، بعد كده اتنسف من معازيمك، كلوا نصه والنص التاني عبوه في اكياس. طلعي لي بقى اي حاجه كلها. قلت لا. بطلي انانيه يا رشا، لو انت مش جعانه انا جعان. اطلب دليفري. دليفري؟ طب سيبك من موضوع الاكل ده، افتحي لي بس انام جوه عشان مش متعود انام على الكنبه. نام على الارض. رشا رأى ان حركه زي دي ممكن تاثر فيا ومش هنساها لك طول العمر. انا اللي مش هنسالك ابدا ان احلى ليله بتستناها البنت في حياتها بوظتها لي. طب وليه نفتكر لبعض الحاجات دي؟
ما تفتحي الباب بقى كده وناكل لقمه حلوه من الاكل الحلو اللذيذ اللي عندك جوه ده، وبعدها بقى نقضي ليله ما ننساهاش طول العمر. قلت لا يعني لا. رشا انا ممكن اكسر الباب وادخل بالعافيه. فكر تعملها كده وشوف انا هعمل ايه. هتعملي ايه يعني؟ هرمي نفسي من الشباك. مجنونه وتعملها. طب الاكل دليفري، الدخله هعمل فيها ايه؟